بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي أحبائي مشاهدي قناة مناحل المراد، اليوم احنا النهاردة في الجزء الأول من شهر 6، أول أيام شهر 6. بنجهز طبعا الخلايا وبنعدها للفرز، وان شاء الله يوم الفرز هنصور الفرز والمكان بتاع الفرز والمكنه وهي شغاله، وهنشوف لحد ما العسل هيخرج معانا. هنا بنشوف الخليه دي عامله ايه اهو. طبعا بنلاحظ ان الخليه البرواز الاول ده كله طبعا اللي فوق ده عسل مختوم او خاتم، يعني بيبقوا قافلين عليه لما بينضج. الناحية التانية زيه. الخلية دي اللي صورناها من كام يوم، وكانت الملكة بتاعتها مش موجودة، وكانت عاملة عيون ملكات. ما زالت عيون الملكات فيها اهي اهي. هذا عين ملكات اهي، ودي قربت تخرج، وهذا عين ملكات، وهنا عين ملكات اهي. طبعا احنا مش محتاجين ده كله، احنا محتاجين ملكة واحدة. نشوف دلوقتي مع بعض ايه اللي هيتم في الخلية. هنا اهو البرواز الثاني عسل، وعيون ذكور دي، ودي عين ملكات اهي. عين ملكات اهي اهي. دي انا مش عايزها اشيلها عشان تشوفوها اهي. والملكة خرجت اهي اهي. الملكة اهي، شايفين واحنا خارجين اهو من العين اهي. دي الملكة ماشية على ايدها، دي اول خروج ليها، وانا اللي فتحت عليها، هي ما فتحتش على نفسها كمان. هنسيبها بقى على البرواز. نزلت اهي، هتبدأ تمشي وتتحرك. لو في ملكة غيرها في الخلية هتقتل دي. دي عين الملكات نفسها اللي هي كانت فيها. في ملكة تانية اهي 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 غيرها. يبقى في اكتر من ملكة خارجة في الخلية دي، ودي هتعمل على اضعاف الخلية. ده لو ما كانش انا محتاج احجز على الملكة دي دلوقتي. اجيب لها عين حاجز ملكات، هتشوفوه دلوقتي ونحجز عليه. هنا اهو طارت، هي طارت خلاص. لو رجعت على الخلية تاني هنصورها تاني لو رجعت. بس طبعا الخلية دي فيها ملكات كتير، فيها عيون ملكات كتير، وربنا يستر، لان الملكات العيون دي هتضعف الخلية. لو قربنا تاني هنا اهو، كل دي عيون ملكات. انا لو فتحت دي دلوقتي هتخرج الملكة، لو فتحت دي هتخرج الملكة. هنفتح دي دلوقتي اهو مع بعض كده اهو، شايفين اهو اهو. دي اهو، دي الملكة برضو اللي فيها خلاص اهي، خرجت اهي 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 اهي. هحجز عليها اهو، انا حجزت عليها. بجيبها بقى على منطقة زي دي اهي، هي اهي في الجنب اهي. حجزت عليها كده، شايفينها. مش هحطها بقى في الخلية دي، خارجة اخرى اهي اهي، او خرجت. دي هتخرج اهي اهي الملكة اهي. انا مش محتاج كل دول، انا محتاج ملكة اهي خرجت اهي. بس انا بوريكم بس ايه خروج الملكات. لو انا محتاجها اهو
لو انا محتاج الملكه دي لاي خليه تانية هنقلها فيها، انما انا مش محتاجها، فبالتالي وجودها اكتر من ملكه غلط. هي طبعا انا هسيبها لحاجه واحده حذفتها في الخليه، انما ده هنقله بره الخليه. انا حطيتها ليه هنا؟ انا حطيتها هنا ليه؟ حطيتها لان الملكه الاقوى هي اللي هتسيطر على الخليه، هتقتل تاني الملكات التانيه وتسيطر على الخليه. كل دي عيون ملكات اهي، كل دي عيون ملكات اهي، كل دول اللي تتفتح كده هتتشال كده فيها الملكتين اهم 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 اهم. ادي واحده طارت وادي التانيه هتخرج اهو اهو اهي، زي الكتكوت اللي خارج من البيض اهي. ماشي، كل دول هيخرجوا هيقتلوا بعض، الاقوى منهم هي اللي هتسيطر على الخليه. ماشي، ده احنا كده بنصور الملكات واحنا اللي بنفتح عليها، مش هي اللي فاتحه على نفسها كمان، بس هي جاهزه خارجه جاهزه اهو. بيبقى البوز بتاعها من قدام بتاعت العين بتبقى غامقه وخلاص وهتتفتح اهي، لسه ماشي على ايدها. نديها للاستاذ عبد الفتاح يشوفها كده هيعمل معاها ايه. عايزها الملكه دي؟ طيب ماشي خلاص، انا هسيبها برضه براحتها. الملكه الاقوى دي العيون ديت ديبروبليز اللي احنا قلنا عليه. ماشي، ماده شمعيه اهو زي دي كده بالظبط اللي بيربط بيه البراويز، ودي ماده علاجيه وليها قيمه غذائيه عاليه اهو. احنا بناخده نجمعه لاي حد ايه يكون تعبان شويه بيبقى مفيد ليه اهو. خلاص كده هنقفل الخليه بتاعتنا، نضمها ونقفلها. ودي احنا كده حطينا حاجز الملكات، حجزنا بيه ملكة وهنشوف الباقي. احنا بعد ما خلصنا الفيديو الاولاني فوجئت بان فعلا في طرد خرج من الخلية وطلع فوق الشجرة اهو موجود فوق. برضو احنا عملنا اللازم وجبنا السلم وطلعت برضو قطعت بيه العرف ونزلته الفرع اللي هو عليه، ونزلته حطيته في قلب الخلية سكناه. وده طبعا الطرد الوحيد اللي جه في شهر 6 دلوقتي، وده خرج زي ما احنا عارفين من الخلية اللي كان فيها عيون الملكات. وبنقول لأحبائنا وأعزائنا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله في القريب كل فيديو بينزل بيقربنا من موعد الفرز إن شاء الله نشاهده مع بعض بإذن الله.